بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يا بنات الفيديو جزء من تجهيزات رمضان للشقة وتوضيبها وتنظيفها. فبدأت سميت الله وقلت أول حاجة هعملها إن شاء الله معاكم ترابيزة الكمبيوتر. ترابيزة الكمبيوتر عندي أنا كنت مشترية الكمبيوتر من 5 سنين تمام. فالترابيزة بصراحة يعني من كتر الاستخدام وكده. بصوا اهو، يعني بدأت ايه، هو نوعها كويس اللي هو المغلف بالستيكر دوت. بس برضك انا لاحظت ان يعني برضك من يعني اللي بيقعد على الكمبيوتر ممكن يحط كوبايه شاي كده، فبدأت لونها بدأ يغير. فنضفتها دلوقتي. اقول لكم نضفتها بايه. اول حاجه انا شلت التراب من عليها بالمكنسه الكهربائيه تمام. بالجزء ده يا بنات، انتوا عارفين ان ده الخرطوم الاساسي بتاع المكنسه الكهربائيه، بتركب هنا في جزء. لا يا حبيبتي، عشان خاطر توصلي لبعض الاماكن ما يكون اللي فيها تراب شديد تمام، مش هتعرفي، ما فيش اي قطعه من القطع بتوصل للتراب اللي هو اللي في الحتت الصغيره ديت. فانا بشيل الاداه اللي هنا وبشتغل عادي خالص، بشغل المكنسه عادي ونضفت تمام. بعد ما نضفت جبت فوطه نظيفه تمام بجلاسي. انا كنت برضك قبل كده عملته لكم في المشتريات بتاعتي اهو. برضك انا بخففه بشويه ميه وبنضف بيه بحته بفوطه او بحته قماش قديمه بنضف بيها الحاجات اللي هي الايه، جهاز الكمبيوتر، بنضف بيها الترابيزه بتاعته، بنضف بيها بعض الاجهزه عندي. جميل جدا يا بنات، تنصحكم بيه ممتاز. فبعد ما نضفته خلاص تمام، اديكم ملاحظين برضك مازال برضك في بقع عندي في الترابيزه. فانا قلت لا ان شاء الله هسمي الله كده اهوت. وجات لي فكره قلت اطبقها معاكم. بصوا يا بنات، ده ايه؟ السبراي ده اهو، الكاميرا اهي معايا. بصوا ده ممتاز. انا برضك جربته في حته هنا الاول، قلت اشوف الدنيا فيها ايه، لقيته تمام، بدأ يكسي معايا. بس بصوا اديكم شايفين البقعه اهي ديت، بصراحه شكلها وحش جدا ومهما نضف فيها ما فيش فايده. فقلت لا، اهو تغيير على رمضان ان انا ايه، ان انا ادهن الجزء دوت من الترابيزه، اللي هو الجزء اللي عليه الكمبيوتر، والجزء ده اللي عليه السماعات، وده كمان. هسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا بس كده. اول حاجه يا بنات بتوديه وبتكوني فاتحه، في حاجه عايزه اقول لكم عليها، بتكوني فاتحه الشبابيك عشان خاطر لو عندك اطفال صدرهم ما يتاذيش منه، لان ده برضك في مواد كيميائيه برضك شديده. بتربيه كويس وبسم الله. هقفل بس الكاميرا 5 وهرجع لكم. بصوا يا بنات، انا كده دهنت او رشيت الجزء الاولاني، الطبقه الاولانيه. بصوا اهي واهي، وادي المنطقه. بصوا شايفين شكلها جميل جدا ومبهج. لازم بتكوني فاتحه شباك او بلكونه عشان خاطر تجديد عمليه الهواء في الاوضه، وعشان خاطر ما تاذيش صدرك او تاذي اي حد من ولادك موجود في المكان. هرجع لكم بعد ما تنشف، هسيبها تنشف نص ساعه وهرجع اديها طبقه تانية. وبكده يا حبايبي هو خلاص نشف الوش الاولاني تمام، قعد في حدود تلت ساعه. خلاص هبدا بقى اسمي الله واشتغل ايه ورش الوش التاني. بسم الله.
بصوا يا حبايبي، حبيت اقول لكم حاجه بالنسبه للاماكن الصغيره. انا جبت غطا بطرمان صلصه من اللي انا شايلاهم المحتفظه بيهم عندي للدهانات، وجبت فرشه الوان اللي هي الصغيره ديت مقاس 3 او 4. تمام. بترج العلبه الاول وبترشي في الغطا دوت حبه صغيره، لان هو سريع الجفاف ما تكتريش. وبتاخدي بالفرشه ديت وبتمسي الحتت الصغيره اللي ما ينفعش ان انت ترشيها بيها. وبكده يا حبايبي ده الشكل النهائي للكمبيوتر. تمام. نضفناه اهو، ونضفنا الترابيزه بتاعته كويس، ودهنا وخلصنا. انا ما فرشتش وما حطيتش جهاز الكمبيوتر والسماعات والحاجه بتاعه الكمبيوتر غير بعد ساعتين من الدهان، عشان خاطر الدهان ينشف كويس جدا. ويا ريت ان شاء الله الفكره ديت تعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.